ازيك عامله ايه؟ ببرونه؟ مش قلنا مفيش رضاعه صناعي؟ يعني ايه ارتجاع مرضي وتوقف رضاعه طبيعيه؟ متاكده من التشخيص؟ والدكتور قال لك نوقف رضاعه طبيعي وندخل لبن معين اسمه اي ار؟ لا لا لا، عايزين نسمع التوصيات العلميه في الموضوع ده. الرضاعة الطبيعية ما تقفش أبدا لطفل تشخص ارتجاع، لا الرضاعة الطبيعية سبب في الارتجاع ولا اللبن الصناعي هيعالج الارتجاع. الرضاعة الطبيعية مهمة جدا لمناعة الطفل، لاكتساب التسامح المناعي، لتطور خصائص ووظائف الطفل وتحسين مستوى الذكاء. الطفل اللي اتشخص ارتجاع بيرضع طبيعي أو صناعي، الدكتور بيديله أدوية مضادة للارتجاع. الألبان الصناعية المزعوم أنها تعالج الارتجاع هي تركيبات معينة عليها بعض الإضافات ومكثفات قوام اللبن بتقلل الارتجاع المرئي. الأم ما بتشوفش بس عمود اللبن، هو عمود اللبن بيتقل شويه، وبالتالي رؤيه الام للبن الخارج من فم الطفل بتقل. طبعا دي فايده شكليه تشبه بالظبط كأن انا غمضت عيني وبطلت اشوف الارتجاع اللي خارج من بق ابني. في دراسات تانية قالت ان ده ممكن يزود احتماليه الطفل انه يشرق، لان عمود الارتجاع لما بيقصر من الانف الى الفم الى الحنجره ممكن يؤدي لفرصه الشرقات. وبالتالي التركيبات دي برضو بتكون عليها بعض الاضافات اللي ممكن تزود وزن الطفل شويه او تسبب امساك. لكن الحقيقه الطفل اللي بيرضع طبيعي ما يغيرش الرضاعه الطبيعيه خالص. الطفل اللي بيرضع صناعي لا ينصح بتغيير اللبن بتاعه الا في حالات محدده يتم اللجوء فيها لالبان معينه يعني مهدئه او مضاده للارتجاع برضو باشراف الطبيب. الحقيقه ينصح باعطاء الحاجات اللي هي قريبه في السعرات من الالبان العاديه، وده برضو بيكون بتوجيه واشراف الطبيب.